دلوقتي بسمع كتاكيت لسه طالعه من المدرسه وامك مرشده لعيبه. يا عم انت عمال تقول ركز وكلام مهم وبتاع واحد بيقول لك واي حاجه فيها ماليش دعوه باللي بيتقال. امال بعد كده قام جاي قال لي ايه احلى مسا عليك حساباتك كلها بقت معايا وقام جاي قال الله يرحم غند اخويا احلى مسا بابا. فن رخيص. اسفاق فن عمر اسمه اشتريت فن رخيص. طب والله حاجه عاليه يا عم. طيب دلوقتي حطيت فن رخيص هنا وشغلته هنا ايه يا اسطى المزاوله؟ ما خدتش بالك من الواد بتاع شيماء عليه؟ والله لو معايا طلق في السلاح بتاعي لطخه. خلصنا من شيماء خلصنا طلعت لنا اسماء بعدها نجل سبايدر. تعالى مظبوط يا اسطى. جميل جميل يا ابن الكذاب انت بصيت عليه اصلا. جامد. بص يا ابن المعرض يا لهوي معرض اسفاق فن عمر عمو غندي فن رخيص. مش عايزين اسماء في الفيديو دوت. ايوه اسفاق فن رخيص. يا اسطى وقف كده بالله عليك وقف عشان حصل معايا موقف ابن ورا والله. عارف يا اسطى البرنامج بتاع امي جنب امي تي في والبرنامج ده اللي بتقلب زي ازار كده يا اسطى اللي بتقلب وبتقابل ناس مش عارف ايه. شفت الوش اللي جه من شويه ده يا اسطى بتاع فيلم اجنبي اسمه ايه؟ اسمه فنديتا صح؟ حلو. الوش ده طلع لي قعد يتكلم معايا شويه يا اسطى ولاغيني في الكلام ومش عارف ايه فاهم. بعدين قلت له يا اسطى انت لو بتعمل حاجه غلط قول لي انت شكلك هتهكر التليفون ومش عارف ايه فاهم. انا نيتي صافيه ومش عارف لو بتعمل حاجه غلط قول لي اقلب على طول. انا جاي هنا ابلاغ عن المستخدم انت بتعمل ايه مش عارف. قال لي لا بس استنى انت بتقول ايه يا اسطى؟ انت بتقول ايه؟ قاعد يتوه فاهم لحد ما خد وقته. وبعد كده قام جاي قال لي ايه احلى مسا عليك حساباتك كلها بقت معايا وقام جاي قال الكلام ده يا اسطى فعلا صح. قعدت فاهم يمكن حوالي ساعه ونص كده قاعد مبدون بقول يا دين امي يغفلني يعني انا بالغباء ده. فعلا يا اسطى ممكن يكون فعلا هكر زي فاهم حاجه زي كده لان البرنامج معلوش اي معلومات ليك ولا اي حاجه خالص. لا يبقى بس هو هكر بقى فاكيد هيعرف فاهم. يا عم هيعرف ايه يا عم؟ انسان ضعيف انسان ضعيف في الفاضي يعني. هو انت كده هتتبربط معانا كل شويه قايم توقف وتشغل. الله الله على الاختراع. تفضل يا باشا. بالله عليك يا باشا. الله يخليك. والله لا تتفضل يا باشا. شغل يا صاحبي. بص انا عايزك ايه خلصان. تركز جامد. خلصان. مين المخرج؟ اكيد يا ابني شغال. لا معروفه احسن مخرج في الكوكب. بص الشريط والله انا شغال. ايوه اللي دخل هنا واشتغل هنا سبحان الله. ناس اسمعوا ده اللي هو ايه شخص غامض بيشغل الايه نفس بيشغل الاسطوانة. التراث بقى على كده يا اسطى. ايوه يا عم ود حلو. والله لو معايا طلق في السلاح بتاعي لطخه. خلصنا من شيماء خلصنا طلعت لنا اسماء وبعدها نجلة مرض ده ولا وباء زفتاء بعد انتشار الداء ظهرت كتير اشياء واي حاجه بقى نبدا نقول استنى يا ابني. ايه بقى؟ يا عم انت عمال تقول ركز وكلام مهم وبتاع واحد بيقول لك واي حاجه فيها وبتاع ايه. لا انا ماليش دعوه باللي بيتقال. امال انت اللي ليه بيتشاف مش حاسس حاجه. لا حاسس يا اسطى. حاسس يا اسطى الكليب فيه غموض بطريقه
طلع جامده بصراحه. كان عايز نعمل حاجة ايه تحت بير السلم، بس انا مجيش معاه الحاجة دي خالص. مش بالك بس نجيب معايا ايه يا اسطى؟ خالص. هتمنبل. المشكلة يا اسطى الدخلة اللي هي اصلا 40 ثانية تلت الكليب. بس هي بانت على حاجه. ركز بقى في اللوكيشن. بس اللي هو النضاره ده انا يا حمد غند اخويا احلى مسا بابا. هو احنا اللي بنقيس مع اي فن رخيص، تيك يدي وفيس في ازمه في الاخلاق. شفتوا هذا كله الفن بقى محتاج لحكم كتير وعلاج، فيها يا مزاج للمدمنين بغباء. زفتان زفتان ما عدتش عليك زفتان زفتان. ايه ولا عروسه بتلعب في الكليب؟ بقى ركيب عالموجة لما تصيب من غير غش ولا عيب، وهيكون لها ارزاق. زفتان زفتان زفتان. ربنا يخليك يا حبيبي. انت ده يا اسطى صح؟ عرفتك من شعرك انا. بس ايه الكلام؟ اوف 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 كليب رغم انه بص في بقى دي اللي لو ركزت فيها ده هتجمع الكلام وترجع بقى تشوف الكليب. الفن. هو قاعد في النص، على يمينه واحد بيوصل لك كيان معين، وعلى شماله بص هو قاعد مع 4. ايوه فاهم. يعني انت قصدك الورق ده شخصيات؟ حلو. حمو غندي المغني. أيوة. الشباب اللي هو احنا كمجتمع الشباب. الفن. ايه ده يا اسطى؟ بلس 18 وات ذا فاك. لا ماينس 18 كمان. اللي هم الاندر ايدج وكده. هي العروسه. ما هو كل واحد معاه حاجه بس بصراحه لا، في افكار في واللي ظهر في الاول وفي الاخر ده اللي هو انا، ده الشخص اللي هو ايه بيتحكم بالمنظومه. شغل الاسطوانة الاسفاف الفن الرخيص وبتاع، وفي الاخر اللي بيتحكم بالحاجات اللي بتنتشر وبتفايرل في الدنيا. بالظبط كده. هو فعلا على فكره في شخصيه مجهوله، مش شخصيه ممكن تكون منظمه، فاهم؟ والله مش ممكن تكون منظمه برضه عادي، ممكن يكون بتيجي كده. بس هو يعني الانسان هو اللي بيروح المكان ده بنفسه. هو انت فاهم انا ايزي مع المهرجانات والحاجات دي، بس في كلمات معينه وحاجات معينه انت اوريدي كده ايا كان مستواك، لما بتبتدي توصل لليفل معين كده بقى المفروض عليك مسؤوليه. يعني مثلا انت دلوقتي لسه متخرج مثلا دكتور مثلا او مهندس او كده، بتبدا تقريبا هي من ليفل معين، هو ليفل عالي شويه بالنسبه لرؤيه المجتمع بتاعك، بس في ليفل كده لما بتبتدي تتحرك له بتبتدي بقى تخلي بالك بقى من حاجات، خلي بالك مثلا من الطريقه اللي بتتكلم بيها الناس اللي بتقعد معاهم. فبستغرب انا لما حد مثلا من المجال بتوع المهرجانات يوصل لليفل اللي هو بقى ناس بره مصر بتسمعوا كده. ويمكن ايوه يا اسطى في ناس في فعلا بدون ذكر اسماء، يعني في مؤديين مهرجانات وصلوا لبره. طيب انت وصلت لبره، انت بقى عليك دلوقتي مسؤوليه. انت اوريدي اصلا في كونك مشهور او بتتشهر او اتشهرت في اي حاجه بتعملها هتاثر على الناس اللي بتسمعك اكيد.
احنا أكيد زمان كنت اطلع من المدرسة اغاني النشيد مثلا، اغاني حاجة، اغاني جدول الضرب اللي الاستاذ أيوة، وجدي حافظه أيوة. الله 2 في 2 ايوه دلوقتي بسمع كتاكيت لسه طالعة من المدرسة وامك مرشدة لعيبة. بس كان برضه عندنا، كان فينا برضه عندنا حاجات يعني في الجيل بتاعنا مش هو ما اخترع الدش بتاعها كلام ومش هو عارف اخترع الدش والكلام ده. بس اقصد بقى ايه الحاجات دي، انت عارف ايامها انها كانت كده بتقولها كده، انما انا فعلا في كتاكيت بسمعها ماشيه بتقول الكلام ومش مدركه نهائي. تخيل يا مان، انت شفت انت الكتاكيت اللي انت بتتكلم عليهم دول، يعني عمرهم ما يتعداش مثلا 9 سنين وبيغنوا الكلام ده يا مان وحافظينه ومش عارف ايه وبتاع. انت تخيل كده لما الراجل ده مثلا او الكتكوت ده يوصل سنه مثلا 17 ما سنه، هو ده اللي هيبقى هيعمل الله هيعمل اعلم. ايه في المجتمع يا اسطى؟ هيعمل ايه في الشارع اللي ما ممكن يقفل الشارع اصلا محدش يخش له، او اقعدوا يا اولاد المره ما انتوا ما انتوش طالعين ولا حد طالع على حد ده. وده برضه يجي لك الحته بتاعت ايه اللي يقول لك هو السينما مرآة المجتمع ولا المجتمع مرآة السينما؟ يعني السينما بتاخد